أمس استصغر كثيرا المنتخب الوطني المغربي وقال بأن اللاعبين المغاربة في إسبانيا لاعبين غير متمكنين، رغم أن هناك 4 لاعبين مغاربة في إسبانيا، 2 في إشبيلية. استصغروا النصيري رغم أنه قبل سنة كان سجل 27 هدف في لا ليغا. وهناك لاعبين مكونين في إسبانيا، أشرف حكيمي في ريال مدريد، عبدي زلزولي، كذلك منير محمدي. هل لا تظن أن هذا في صالح المنتخب المغربي، استصغار المنتخب المغربي بهذه الطريقة؟ وألا تظن أن هذا يعود إلى خوف شيرينغيتو من المنتخب المغربي؟ في الواقع من الممكن أن أؤكد لك بأننا نكن احترام كبير للمنتخب المغربي وللبلد أيضا. لبلد المغرب لدي علاقة وطيدة جدا مع سفيرة المغرب في إسبانيا صديقتي كريمة. نحن نتحدث كثيرا وقريبا جدا سأستقبل رسالة منها أو أنا سأرسل لها الرسالة. وفي النهاية ثقافتان قريبتان أو بلدان قريبتان وثقافتان أيضا، ومن يمكن أن يقول ذلك لا يمكن أن أتحدث عنه. ولكن بالنسبة لي نحن الاتحاد الإسباني نكن احترام كبير للمنتخب المغربي، ولكن نثق في لاعبينا ونأمل في أن نترشح إلى الدور التالي. ونفس الأمر بالنسبة للمغرب، ولكن نحن سنفعل كل شيء من أجل أن نترشح. ويحدث ما يحدث سنتصافح بعد نهاية المباراة مع لاعبي المغرب لأننا نحترمهم وهم لاعبون كبار جدا. خصوصا أنك أندلسي قريب جدا من ثقافتنا العربية والمسلمة. وأنت تعرف جيدا غرناطة وما هي غرناطة بالنسبة للمغاربة. الكثير من المغاربة هنالك في غرناطة. يجي البرنامج المجلس لم يتردد. أحب أشكر بابلو وكل الفريق المرافق للرئيس، يقومون بعمل رائع بكل معنى الكلمة. أشكرك جزيل الشكر لويس. أنت عارف إنه يوم الثلاثاء ما تكلمني لأن المنتخب المغربي عندي أنا شيء مقدس. بعد المباراة ممكن نتكلموا لك يقلل. بسعادة الآن سأرحل. لكن حبيت ولكن الأهم هو يوم السادس أن نفوز، وإذا لم نفوز أكرر مرة أخرى إسبانيا تعرف كيف تفوز وكيف تخسر أيضا. أحمد الرواس من سلطنة عمان. طار السؤال خلاص. ها؟ طار السؤال ما عندي سؤال. خلاص ما عندي سؤال، قد سألوا كلهم خلاص. طيب اسأل عن لعيبة اسبانيا. ما خلاص سألوا، طار السؤال كله. طار السؤال. أنت طيرت عليه السؤال. جمال مبارك من الكويت. هذا سعيد جدا. ينسى. أيوة. حاول أن تسترجع السؤال مرة أخرى. يتذكر بعد شوي. هلا بكم، أرحبوا وقد أرحبنا وكتبنا التاريخ. ها نحن في ثاني الأدوار بعد كسر ذلك الجدار الذي استعصى منذ مونديال المكسيك. ها هم الأسود بعزيمة الرجال قد عبروا كندا ليتسيدوا مجموعة الشياطين الحمر وفرسان كورتواسيا الأشاوس. ها نحن أيها الأنصار نضرب موعدا في ثاني الأدوار لنكتب أجمل حكاية رفقة وليد الركراكي صانع ملحمة خطر ومن وضع الجميع في خطر. من اعتمد على الفرسان فكانوا أسودا في أي امتحان، يعشقون وطنهم المغرب ويبللون القميص بحب وعز وافتخار. ها هم الأنصار هناك في قطر يستمتعون ويبدعون في التشجيع، ومن خلفهم الملايين في الخارج وهنا في أرض الوطن يشعرون بفخر الانتماء ويحتفلون بعبور آمن له ما بعد بإذن الله. نحن اليوم رفقة أسود الأطلس نستعيد مجد الماضي لنكتب الحاضر بحروف من ماس وذهب وفضة. فهنيئا لنا بمنتخبنا وفخرا بكل السواعد التي أسعدت الوطن. سنحتفل.
بهدف زياش بهدف المغرب، ثم بتأهل المنتخب المغرب الذي بات ممثلا وحيدا للعرب في دور 16 وقد حقق إنجازا تاريخيا بتأهل كبير ومستحق بصدارة لهذه المجموعة ب7 نقاط من تعادل مع منتخب كرواتيا، ثم من انتصار على بلجيكا، وختاما بانتصار ثاني على منتخب كندا. الف مبروك لمنتخب المغرب، لاعبو المغرب لعبوا في اكبر الانديه الاوروبيه. لعب تفضل. الهديه بسيطه، منتخب تيشيرت منتخب المغرب، ولكن بشرط عاد اغنيه هذه كنتي تغنيها فوق. اي واحده؟ جيبوها يا الثانيه. الله 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 الله